يا مساء الفل يا أحلى بنات في الدنيا. بعد نجاح الفيديو اللي فات اكتشفت إننا محتاجين نعمل كتاب فك الشفرات لتصرفات أزواجنا. الراجل الطيب ده لما بيقول جملة في البيت بيبقى وراها قاموس ومستندات تانية خالص. تعالوا أقول لكم على 3 جمل شهيرة وقوليلي جوزك بيقول أي واحدة أكتر. الجملة الأولى: أنا 5 دقايق وهبقى جاهز. أول جملة لما تيجوا نازلين ويقولك أنا 5 دقايق بالظبط وهكون جاهز في العربية، ال5 دقايق دول سبحان الله يا رب فيهم بركة جدا، بيكفوا إنه ينزل ويغير جو ويقابل جاره يتكلم معاه ويشيك على مية العربية ويمسح الإزاز وانتي لسه واقفة بتلبسي الكتاكيت الشرابات. 5 دقايق مطاطية جدا والله. الجملة التانية: الأكل ده ملوش حل بس تاني جملة دي لما تعملي طبخة جديدة وتستني رأيه، يدوق ويقولك تسلم ايدك يا حبيبتي، الأكل ملوش حل بس كان ناقصه سنة ملح، بس اللحمة دي كانت عايزة تستوي شوية. بيبدأ كلامه بمدح طيارك في السماء وينهيها بس اللي بتنزلك على جدور رقبتك، بس الحق يتقال بياكل الطبق كله برضو. الجملة التالتة: أنا سايبك براحتك خالص. تالت جملة دي بقى لما تيجوا تشتروا حاجة للبيت وللولاد ويقولك بكل ثقة نقي اللي يعجبك يا ام العيال، أنا سايبلك القرار وبراحتك خالص. وتيجي تختاروا حاجة كده تلاقيه فجأة ظهرت عنده خبرة مهندس ديكور وخبير جودة ويقولك بس دي لونها غامق، ودي خامتها خفيفة، لا دي مش عملية، لا دي مش محتاجينها، طب وفين راحتنا يا ابو العيال؟ بس برضو دايما كلامهم قاصدين بيه مصلحتنا وخوفهم علينا ووجودهم هو الأمان كله. قوليلي بقى في الكومنتات أنهي جملة من دول بتسمعيها كل يوم في البيت. وشكرا جدا جدا على دعمكم الفيديو اللي فات، ويلا بقى كملوا دعمكم في الفيديو ده كمان، وعايزة رأيكم في الكومنتات.